بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام، معاكم مطبخ أم سمسم. النهاردة هنعمل العزيزية بقولي ربع كيلو مكرونة. ايه رأيك في الجمال ده؟ طالعة تحفة وشكلها وطعمها يجنن، الولاد بيعشقوها. أنا عملت كيلو لبن. الكيلو لبن عمل لي صينيتين، طبعا أنا ملحقتش أصور إلا واحدة، التانية تاكله وهي لسه سخنة بنارها من كتر ما هي جميلة جدا جدا وهتعجبكم. يلا معايا بقى. لو ما اشتركتش اشتركي وشجعني بلايك جميل كده من عندك ودعوه من قلوبكم. لو لسه ما اشتركتيش يلا اشترك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا على المقادير. بصي يلا، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. معانا في المقادير كيس مكرونه، هو كيس ده 300 جرام بالظبط. اسباجيتا بقى، مكرونه عاديه، اي مكرونه مش هتفرق معاكي النوع. اوكي. ومعانا كيلو لبن، ومعانا كوبايه ونص سكر، لو حباها زياده زودي كوبايتين عادي براحتك. ومعانا المفروض كانت كوبايه جوز هند، بس انا ما لقيتش عندي الكوبايه الا ربع، ما يضرش يعني. نص كوبايه نشا ونص كوبايه دقيق. ودي زبده عشان ايه؟ الوش، وعشان نعمل الصينيه بيها. يلا بقى معايا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. يلا نعجن المكرونه ونرجع. ما تضحكيش، هنعجن المكرونه. حطينا حله فيها ميه على النار غلت، وحطينا المكرونه على نار هاديه، سيبناها لما بصي اتهرت. عارفه يعني ايه اتهرت؟ يعني فضلت على النار لحد ما شربت كل سوائلها زي ما انت شايفه كده واتعجنت. يعني اللي انت كده انت هتقولي هي كده باظت. هي ما باظتش، هي لازم تبقى كده عشان تديكي نتيجه جميله. تمام كده. يلا انا دلوقتي نزلتها من على النار، فضيتها في حاجه اكبر عشان تهدى، عشان ما بوظش الخلاط بتاعي. تمام كده. دلوقتي انا جبت الخلاط، حطيت فيه كميه اللبن نصها، وحطيت نص المكرونه. تمام كده. حطيت نص المكرونه مع نص كميه اللبن. طبعا كده لاحظت ان اللبن اقل فزودت حبه. اضربيه بقى نعاميه جامد جدا 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 في الخلاط، عايزاه ناعم، عايزاه كريمي كده. تمام كده. يلا لو ما اشتركتيش في القناه انزلي اشتركي، شجعيني عشان نكبر مع بعض. وما تنسينيش في اللايك ودعوه حلوه من قلوبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده انا عملت نص الكميه، هفضيها في حله كده. بصي الشكل، انا عايزاها كريمي كده زي ما انت شايفه. دلوقتي هضرب بقيه الكميه، هعبيها في الكوز وهنرجع مع بعض. كده انا عبيت اللبن، وعبيت بقيه المكرونه المعجنه بتاعتنا. نزلت بالنشا ونزلت بالدقيق. المفروض كنت نزلت بالسكر، بس لقيت الكميه كبيره على الخلاط فاضطريت ان انا اعمل نصها وبعدين ارجع احط السكر. تمام كده. دلوقتي انا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنضربها في الخلاط. دلوقتي هجهز الحله بتاعتي. الصينيتين انا مجهزاهم ورا الخلاط لو شفتيهم اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده تمام. انا نزلت بقى بنص الكميه كده، هحط السكر عشان ادوبه. نزلت بكوبايه ونص سكر، هي كده سكرها مظبوط، لو انت حابه سكرها زياده حطي كوبايتين. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده كده انا نعمت السكر معايا، دوبته يعني. تمام كده. انا عايزاها كريمي، اضربيها لما تنعم. لو المكرونه معجنه هتديكي نتيجه جميله، اما لو المكرونه مش مستويه او مستويه يعني مش جامد، عمرها ما تديكي النتيجه الجميله دي. لحد دلوقتي تمام تمام. دلوقتي انا هنزل بايه؟ بجوز الهند، المفروض كوبايه، بس انا عشان ما كانش عندي الا كوبايه الا ربع فانا حطيتها. بس انت لو عندك كوبايه الا ربع مش هيضر، هي طالعه تحفه كمان. بس لو عندك اكتر حطي، اديها بقى جوز هند، هي بتموت في جوز الهند وبيخليها جميله وتحفه، احلى عزيزيه ممكن تاكليها. يلا بقى كده تعالي على البوتاجاز، هنحطها على البوتاجاز دلوقتي. احنا قلبنا الجوز الهندي فيها. يلا على البوتاجاز، احنا عايزينها تاخد غلوه كده على البوتاجاز عشان تتماسك شويه. تمام لحد كده. يلا على البوتاجاز، ما تنسانيش في اللايك. يلا احنا كده جهزنا الصينيتين. انا دلوقتي حطيتها على البوتاجاز وجبت الصينيتين بتوعي. دي الوسطانيه في الطقم اللي هو المستطيل، ودي الصغيره في الطقم المدور. عرفتي كده؟ تمام تمام. هي ممكن لو عندك المستطيله الكبيره الكميه كلها تيجي في صينيه واحده، بس انا بعملها كده في الصينيتين عندي على طول. كده تمام. تعالي بقى نروح على البوتاجاز. دلوقتي في رشه جوز هند كنت انا مخلياها، رشيتها في قعر الصينيه. يلا بقى نروح نشوف بقى هنعمل ايه. كده دلوقتي هي على النار، بصي هي كده لفت اهي، شايفه عملت ازاي؟ اديتك بقى قوام كريمي، بس كريمي يعني تقيل جميل كده زي ما انت شايفه اهي. انا هو ده القوام اللي انا عايزاه. تمام كده. دلوقتي نزلت بالصينيه، نصها هنا كده تمام، والباقي هنا. بس كده تمام. انضف بقى الحله معايا، خساره لان فيها كتير ماسك، او نص الكميه في الحله يا جماعه يعني هنرميها بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تمام لحد كده تمام. بصي بقى يا حبيبتي، احنا هنجيب بقى الزبده اللي انت شفتيها اللي انا ركنتها. انا عملت الصينيه دهنتها زبده، ودلوقتي هنحط على الوش. هي الزبده سايحه اصلا من الحر. بصي جريت على وشها كده، مشيت على وشها كده بالزبده
زبده خفيفه كده من عندك، من طبقه خفيفه عشان ما تبقاش تقيله معاكي، عشان بس تديك اللون الجميل. دلوقتي انا ولعت البوتاجاز من فوق ومن تحت، ومحدش يضحك على البوتاجاز بتاعي. البوتاجاز بتاعي اثري، عماله اقر عليه ربنا يستر. بصي بقى، انا حطيتها على الشبكه، ولعت فوق وولعت تحت، ما تنساليش في اللايك. هسيبها كده لحد ما تاخد لون. دلوقتي هي خدت لون حوالي 10 دقايق، نزلتها على البلاطه عشان تشد من تحت تاني. ويلا بقى كده، تعالي بقى نشوف هنعمل ايه فيها. وبصوا بقى الجمال، بصوا الجمال، هم هنا طلعوا من الفرن. بصوا بقى ريحه قلب الشقه، حاجه كده خيال، جميله جدا جدا. يلا بقى ما تنسانيش في لايك ودعوه حلوه من قلبك. السلام عليكم.